السلام عليكم. معاكم ميس منى المحمود ومكملين مع بعض سلسلة الحروف، ومعانا النهاردة حرف اليو. اسمه يو. يو. انا بحب اكتب لكم طريقة اسمه بالانجليش، عشان انا مش بحب اكتب طريقة النطق بالعربي، فانا عايزاكم تتعودوا معايا على الرموز دي. فممكن بالممارسة هتعتادوا على شكل حروف او رموز الترانسكريبشن اللي انا بكتب بيها طريقة النطق. اسمه يو. وهعيد النقطتين دول بتوع ايه، اكيد حفظتوا معايا، بتوع ان انا بطول الفاول او زي بمد كده في الفاول شوية او في الحرف المتحرك ده، فمش بنطقه شورت مش قصير، بنطقه يو طويل شوية. يو. صوته في الكلمة ده الرمز بتاع صوت حرف اليو في الكلمة اللي هو يه ساوند، يه يه يه. وبرضو انا عايزاكم تعرفوا معايا ان حرف اليو لو جه في النص الكلمة ممكن بيتنطق بالشكل زي كلمة مثلا بط او كلمة umbrella. umbrella اللي احنا شايفينها دي، حرف اليو بيتنطق، بيترمز له الرمز بتاعه الحرف ده لما يتنطق umbrella. بط بط كات بط كات. ده صوت حرف اليو يما بيتنطق بالشكل ده. انما حرف اليو يما بيتنطق على شكل يه يونت، يونيكورن، يه ترمز له بالحرف ده يه. ده مش جي، ده مش جي يا جماعة، ده مش جي، مش حرف الجي. ده رمز في الفوناتكس في حروف الترانسكريبشن بيرمز لصوت حرف اليه. اليه ساوند. تمام. يه يونت، يونت، يونيكورن، يونيكورن. ده مش هيتنطق يو. امبريلا، امبريلا. تمام. ده رمزه يا بيتنطق وده رمزه يا بيتنطق يه. يلا نشوف مع بعض حرف اليو بيتكتب ازاي. هنستخدم فيه 3 سطور. هنيجي من عند السطر الاول من هنا، هنرسم خط مستقيم يجي بانحناء شوية عند السطر الاخير وينزل ويطلع مستقيم برضو للسطر الثالث. تعالى نعملوها كمان مرة. من هنا هنرسم، نعمل انحناء شوية ونطلع للسطر الثالث اللي احنا من موازاة الخط اللي بدأنا فيه، مش هنطلع فوق ولا هننزل تحت، في نفس المحاذاة. تمام. يلا نعمل مع بعض كمان مرة، وبانحناء كده شوية كيرف ونطلع فوق مستقيم. تمام. دي اليو الكابيتال. اما بالنسبة لليو سمول هنستخدم فيها السطرين بس، مش هناخد السطر الثالث معانا. هنرسم هي نفس الطريقة دي، هنكتب بيها حرف اليو سمول بس على صغير بين السطرين دول، وهنيجي ننزل بخط كده. تمام. كمان مرة اهو، بس مش هنسيبها كده، لا نيجي من الحتة دي كده ننزل بخط امتداد، يعني عملنا زي امتداد كده. وكمان مرة اهو، وننزل بخط كأن الخط ده ليه امتداد شوية. عايزين تعملوه بكيرف بسيط ماشي، عايزين تعملوه من غير كيرف برضو صح. او كمان مرة عشان محدش يتلخبط معايا اهو، وننزل بخط. المرة دي عملت له كيرف عشان اللي عايز هيعمل كيرف صغير عادي، واللي هينزل بيه مستقيم برضو صح. تمام. وده كان حرف اليو. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.